عندهم 3 أيام وهما يهضروا على التعبئة العامة، ومن بعد ولاو داروا، ولات صحافة يديروا يقول لك يا ودي كي يقولوا التعبئة العامة يعني ما يعنيش باللي رانا باغيين نديروا الحرب باغيين، مي واش معناتها تقول فيها لي ريزيرفيست بلادي منا تاع الاحتياط تاع الناس كامل لازم توجدوا روحكم. وعلاش تكلم عليها التعبئة العامة؟ التعبئة العامة هذه راهي جات باش تبرر وتحضر الرأي العام الجزائري للانبطاح اللي رايحة تديروا العصابة أمام الأمريكان والغرب كامل، وانهزامها الدبلوماسي على مختلف المستويات. قلنا البارح تكلمنا على استعداد النظام الجزائري دفع 15 مليار دولار سنويا لأمريكا لشراء الأسلحة، دفع 500 مليون دولار فورا لأوكرانيا، وفتح مجال الشراكة ماشي التعاون، الشراكة. أروح تشرك معايا في الخيرات تاع البلاد، الشراكة يا ناس، أروح تشرك معايا في خيرات الجزائر. حاجة واحدة، تجمدوا، أعطونا مهلة أخرى ماذا بهم هما يزيدوا 4 سنين وكي يروحوا دبروا راسك مع اللي يجوا مورا، لأن ما مش قادرين يطولوا خلاص حيموتوا خلاص. هذا هو دايرين هذه الحكاية تاع التعبئة العامة باش يوجدوا الرأي العام. نبقاو في نفس الوقت نحاولوا مع الأمريكان، ولكن كاين ناس اللي راهم يقول لك انت كيفاش الجزائر في خطر، الجزائر مستهدفه، وصح واحد يعارض النظام هذا، ولكن لما يعود الخطر جاي من الخارج نوقفوا معاه. ايوا شبيك انت؟ شبيك؟ شكون جاب الخطر؟ دابور ما كانش خطر على الجزائر، كان خطر على العصابه، وكل ما يكون خطر على العصابه انا وكل معارض وكل جزائري يعمل المستحيل باش يزيد يطيح العصابه. نطيحوها، هذه فرصه نطيحوا العصابه. هذا يعني ديجا نقطه الاولى. دونك ما نقدرش نجي انا نحمي العصابه، لان الجزائر لما تكون العصابه في خطر الجزائر تكون رايحه تتنفس، راح يزول عليها الهم. دونك هذيك هو خطر العصابه الاولى. الثانيه يقول لك راهو جاي من الخارج، شكون؟ اعطيني شكون اللي راهو يهدد في الجزائر؟ انت شكون اللي يطيح درون؟ المالي، المالي اللي يطيح درون ولا الجزائر؟ الجزائر تطيح درون المالي، والماليين عطاو كل الادله، وشكون اللي راح يشكي لمجلس الامن؟ مالي، مالي كيشكي عنده الادله، ماهوش كلمه على فراغ. هذه شكون اللي رايح يمول في حركة انفصالية عمرها الجزائر ما تكلمت عليها، ما تكلمت عليها، زي انت تسمى تخلط على الجيران. شكون؟ اسكو المغرب رايحة تخلق حركة انفصالية في الجزائر وتمول فيها، أو النظام الجزائري اللي راح يخلق في حركة انفصالية ويمول فيها وعطيهم مقر فيلا في بوارسون تمسخ فيلا في بوارسون. لا فلان ما داهاش، لا فلان ما عطاولوش فيلا هذاك، صار يا ابن عمي في بوارسون ماهيش قال في البيار، قال هاك 10 مليون دولار. انت ما صابش الشعب باش يشري الحليب تعطي له 10 مليون دولار، قال هاكو كيما تعطي مليار دولار للبوليزاريو كل عام. 10 مليون دولار وين؟ واش من شابيتر جاء في الميزانيه تاع الجزائر؟ واش من شابيتر من 10 مليون دولار؟ الخطر ماهوش جاي من الخارج، حنا اللي لازم نحبوا نديروا الخطر على الناس على الخارج، حنا اللي لازم نديروا الخطر على الخارج.
شكون اللي عنده قرايه في فرنسا يديروا في مواقع التواصل الاجتماعي يحرضوا على العنف، يحرضوا على الضرب، يحرضوا على كذا في داخل فرنسا. شكون؟ فرنسا عندها في الجزائر، في الجزائر عندها فرنسا. ما تقوليش انت تقول لي رانا مستهدف، يا اللي راك تستهدف الناس ومن بعد دور عليك النار. وهذا واحد قيمه داير، واحد مستهدف، واحد مستهدف في الجزائر اللي يقول لي كان اعطيني خويا البيان، وريني شكون يساعد. انت كل يوم ها دخلنا من المغرب دخلوا الحشيش، ها دخل يا ولدي الحشيش 200 طن دخلت ما حوستوش عليها. الكوكايين دخلت 7 قناط، 5 قناط، 3 قناط، 6 قناط، و5 قناط. مش تحتاج نهار تحقيق، مش تحتاج نهار تحقيق. وعلاش؟ خاطر المونوبول حملوا جينيرالات، جينيرالات يلعبوا بصحة المواطن. الكاشيات اللي يدخلوا شكون اللي يدخل فيهم؟ وشكون مستهلك الكاشيات؟ هل الجيش قاعدين يستهلكوا في الكاشيات؟ نعم، نعم، الجيش راهو يستهلك الكاشيات اللي من الدمار، اللي من كذا، واللي باش يقتل. لانه عندنا احد كبار مستهلكي الكاشيات جنرال عبد القادر حداد بن القزام. اي نعم، الجنرال عبد القادر حداد يضرب الكاشيات باش سرق الكوستيمات. الكوستيمات تسرقوا، يدي للناس ديالهم كي يصدم مع الناس، كي كان يصدم مع الناس كان في سي بي ام اي كيسيب كوستيم اللي يعجبو ينحيه يديه معاه. كيما السكنه اللي راه ساكن فيها، دونك الفيلا اللي راه ساكن فيها اقتل مولها حاكمها ما راه ساكن فيها. كي هو كي حسين بويحيى قتلوا مال الفيلات وداو لهم الفيلات تاعهم، ويديهم من الحوايج يديهم قال كوستيمات سبعه. داير تشوفوا في هذيك اللقاء تاع الورشه تاع الامنيه تاع شمال افريقيا، لابس كوستيم صغير عليه، مسروق. كوستيم صغير عليه، مسروق. شي عجبني راهو صاير. لا، الناس اللي تكلمني يقول لك التعبئه اللي راهم دايرينها لان الجزائر مستهدفه، ما كان حتى استهداف ولا واحد اللي راح يرد على التعبئه. ولا جزائري مستعد يموت على الجزائر، حتى الانزلاق بتاعهم الذباب الالكتروني يعني قالوا راح نموت على الجزائر. هل هي كيف يقول لك لا يا صاحبي هما راهم بداوا